صباح الفل، صباح الجمال، صباح الروقان على احلى ناس في الدنيا. النهارده عامل لكم ميني بيتزا. بس ايه حدوته؟ هنعمل العجينه والصوص من اولها لاخرها، نجهز الحاجه ويلا بينا. في بوله فيها كوبايه ميه ومعلقه سكر صغيره ومعلقه خميره صغيره وشويه ملح نفس المعلقه. بصوا الثلاث مقادير كده دول زي بعض، وهنقلب كده. انا عايز الميه تدوب خالص مع السكر والخميره. بعد كده هنحط كوبايتين دقيق و50 جرام زيت زيتون، يعني حوالي 3 معالق كبار كده، 4 معالق كبار، يعني عشان ايه لو ما عندناش جرامات. وهنبدأ نقلب من تحت لفوق. ايوه، هنبدأ نقلب من تحت لفوق بالظبط كده 5 7 دقايق. العجينة هتكون معانا بالشكل ده. بعد كده هنبدأ نغطيها ونسيبها حوالي 40 دقيقة أو ساعة لحد ما تتخمر. وهنا بعد ما اتخمرت هنبدأ بقى إيه، نفردها كأننا بنعمل سينابون، كأننا بنعمل دوناتس، كأننا بنعمل سمبوسك. نفس الفردة دي كلها، هنفرد العجينة كلها شكل واحد ومقاس واحد كده. وهنبدأ بأي قطاعة بقى، ببولة، بطفاية، بأي حاجة كده مدورة، هنبدأ نقطع الميني بيتز. بعد كده العجينة شفت اللي حواليها ده لميته وسبتها تستريح، ونبدأ نفردها تاني في صينية. نحط فيها شوية زيت زيتون ونبدأ ندهن كده الصينية، ونبدأ ناخد الميني بيتزا. ليه؟ لأنها لسه هتتخمر تاني. خدوا بالكم بقى من التفاصيل دي، عشان إيه أنا عايز البيتزا كده تكون عالية كده سيكا. بعد ما حطيت بقى الكمية دي كلها، طبعا يا جماعة اما نيجي بقى نلعب في الحشو هنلعب بيه بقى براحتنا، المطبخ بتاعنا والأكلة بتاعتنا، ومحدش ليه حاجة عندنا. كده أنا حطيت البيتزا وحطيتها بعيد عن بعض عشان لما تخمر كده لو فردت سيكة كده ما تلزقش في بعض. بصوا بعد ما خمرت أنا هبدأ أعمل لها حرف صغير كده بصوابعي، عشان هبدأ أحط الصوص في الحتة الفاضية دي. حركة صايعة. للصوص بقى عندي طماطم مشوية وتوم مشوي، حطيتهم في الفرن كده زي ما هم، شويتهم. بعد كده حطيتهم في الكبة، وهتبلها بإيه بقى؟ بملح وفلفل وشوية زعتر فريش. سهلة وبسيطة، وهتاكلوا أحلى صوص بيتزا ممكن تجربوه. يعني أنا عايزكم تجربوه وتشيلوه كده في التلاجة، لما تعوزوا بيتزا تطلعوا. أنا حطيت بقى كده التوابل، وهبدا اضرب بقى كده. ايه دي حدوته ده؟ انا النهارده انا حاسس كده ان انا جاي ادلعكم. انا اصلا يعني بتكلم وانا بشرح. اضرب ضربه حلوه. بصوا قوام الصوص نفسه من غير ميه ومن غير اي حاجه. حاجه بقول لكم ايه في الرايق. احنا ممكن نحط شويه سكر صغيرين لو عايزين نعمل كده ايه مزازه حلوه. في الحته الفاضيه اللي احنا عملناها بقى هنبدا نحط صوص البيتزا كده. وطبعا قلنا الحشو براحتنا، المطبخ بتاعنا والاكله بتاعتنا، ومحدش ليه حاجه عندنا. الحاجه اللي نحبها نحطها. انا عندي هنا شويه سلامي، شويه فلفل الوان، وحدتين زيتون، قطع فراخ كده مثلا متشوحه. براحتك يا باشا، دلع نفسك. في الاخر خالص هنحط شويه جبنه موتزاريلا، ويا سلام لو كانت موجود شيدر او رومي. عارف لو رومي مبشور على الوش هتبقى حدوته. خدت بقى البيتزا دخلتها الفرن على 180 بالظبط. قعدت ربع ساعة تلت ساعة، وهنبص عليها هتطلع معاكم أحلى بيتزا. هتجهز الكاتشب بتاعك أو الصوص الباربيكيو ودلع نفسك. أنا كده شكلي يعني بدأت كده إيه أخلص حلقة النهاردة. ما تنسوش تعملوا لايك وشير واكسبلور، وبصوا تدلعوني بقى. لو بتتفرجوا على اليوتيوب اعملوا سبسكرايب. اشوفكم في حلقة جديدة. سلام. قولوا لي الحلقة الجاية عايزين تاكلوا ايه.